ما تيجي نتخيل السيناريو ده مع بعض. طبعا بكرة منتخب مصر هيلاعب بوركينا فاسو، واحنا محتاجين المكسب علشان نتأهل رسميا لكأس العالم، وده يبقى أسهل كأس عالم احنا رحناه. فاحنا الحمد لله وصلنا أمريكا، ومنتخب مصر هيلاعب الأرجنتين وأسبانيا والسعودية في مجموعته. والحمد لله منتخب مصر يقدر يتأهل للدور الثاني بعد ما خدنا 4 نقط بالفوز على الأرجنتين 2-1 والتعادل مع السعودية والهزيمة من أسبانيا. طبعا اتأهلنا للدور الثاني واحنا المركز الثاني، فبنلعب اول المجموعة الثانية وهي كانت انجلترا. طبعا منتخب مصر تأهل للدور الثاني واحنا المركز الثاني للأسف، يعني هنقابل انجلترا متصدر المجموعة الثانية. طبعا بقى مش عايز اقول لكم توقعات الناس ان انجلترا هتكسب 6 ولا 7، ماتش سهل قوي، ده منتخب انجلترا مش محتاج ان هو يروح علشان يكسب. وهنا كانت المفاجأة منتخب مصر بيفاجئ الجميع بأداء دفاعي وأداء رجولي طول 90 دقيقة، وبنقدر نوصل للأشواط الإضافية، وبعد كده بنوصل لضربات الجزاء اللي بيتألق فيها محمد الشناوي، وبنقدر إن احنا نتأهل للدور اللي بعده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الدور الثاني ان مصر اتأهلته هو الدور 16، علشان النسخة دي فيها 48 منتخب، ومصر قدرت انها تعدي انجلترا في الدور ال 32. مين بقى مستني مصر في دور ال 16؟ هولندا للأسف، وده ماتش كان قوي جدا جدا جدا. طول الشوط الأول هولندا متقدمة على المنتخب المصري 2-0. وهنا كانت المفاجأة، الشوط الثاني منتخب مصر بينزل بأداء هجومي 100%، وبنقدر إن احنا نتعادل، وبعد كده بنروح للأشواط الإضافية وبنقدر نسجل ضربة جزاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 120، وبنتأهل لدور الثمانية في أقوى بطولة كأس عالم مرت على التاريخ. وهنا منتخب مصر بيخبط في حلم كريستيانو رونالدو، وهيقابل كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في دور الثمانية. فانت بتتكلم عن ماتش صعب قوي 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 قوي. ولكن منتخب مصر قدر ان هو يكسب البرتغال 1-0، وبيتأهل لدور الاربعة علشان يقابل فرنسا. ماتش فرنسا خلص الشوط الاول 0-0 ما بين المنتخبين، وكان اداء جامد قوي 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 من المنتخبين الصراحة. المهم الشوط الثاني للأسف مبابي قدر يسجل الجول الأول لفرنسا في الدقيقة 80 علشان يرد عليه محمد صلاح من جول من فاول في الدقيقة 85، وبعد كده منتخب مصر يقدر يسجل الجول الثاني عن طريق رامي ربيعة. كورنر اترفع من محمد صلاح جابه رامي ربيعة، وبكده منتخب مصر يتأهل لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه. وهنا منتخب مصر بيوصل للنهائي علشان يقابل الأرجنتين اللي كانت معاه في المجموعة لو انتوا فاكرين. وزي ما انتوا عارفين الارجنتين يعني ميسي، يعني اخر كاس عالم لميسي، يعني اخر خلاص ماتش لميسي مع المنتخب، وبعد كده هيعلن اعتزاله الدولي علشان خلاص هو بينتهي مسيرته لحد هنا مع المنتخب، وفكر ان هو هيحقق كاس العالم للمرة التانية على حساب منتخب مصر، وبعد كده يعتزل دوليا. ولكن هنا كانت الصدمة الكبيرة. منتخب